هل النجاح حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ من فترة كده سألت نفسي السؤال ده وجالي ردود وآراء كتير مختلفة، ودلوقتي هنتناقش فيه وهقول لك وجهة نظري اللي ممكن تعجبك، وكمان هنعرف مع بعض هل طريق النجاح فعلا كله أزمات ومشقة وعناء ولا لأ، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيا انا محترم جدا لجميع الاراء ووجهات النظر اللي وصلت لي، وكمان بشكركم على انكم سمحتوا لي اني اعمل المناقشه دي. ودلوقتي بقى من وجهه نظري النجاح كمصطلح حاجه كويسه، ولكن للاسف مش دايما بيكون صح. ومعظمنا سمعنا عن النجاح وبنحاول نقلد الناجحين علشان ننجح زيهم، ولكن ما حاولناش نحلل الموضوع ونعرف اساسه ايه، وهل النجاح ليه قواعد ولا لا. وعلشان تفصل في الموضوع ده يبقى حضرتك لازم تعرف هو يعني ايه نجاح اصلا. انا اقول لك، النجاح يا صديقي هو النتيجه اللي حضرتك بتوصل لها بعد اجتهادك وسعيك تجاه اي شيء. على سبيل المثال، لو هدفك ان انت تأذي شخص معين وسعيت واجتهدت واستمريت على المحاولة في إيذائه وأذيته فعلا، يبقى حضرتك حققت هدفك، يعني نجحت. ولكن هنا ده بيكون نجاح غير سوي وبطريقة مش كويسة. وحاجة كمان، لو كان هدفك ان انت تبقى مليونير ومعاك فلوس وقصور وعربيات وكل الكلام الجميل ده، فانت عندك طرق كتير تقدر توصل بيها لهدفك، ومن ضمنهم انك ممكن تسرق او تختلس او تنصب على حد مثلا، وممكن برضو تشتغل على نفسك وتجتهد في مهنتك او حرفتك الحالية بطريقة ترضي ربك، وبالتالي قيمتك هتعلى فيها. وفي اي حالة من الحالتين مع السعي والاجتهاد والاستمرارية هيبقى معاك الفلوس اللي تقدر تشتري بيها القصور والعربيات، يعني انت هنا حققت هدفك ونجحت. واكيد هتنجح في اي طريق تختاره لما تجتهد وتستمر فيه، علشان بكل بساطة الإنسان ربنا خلقه مخير مش مسير، وربك قالها لك كده في القرآن الكريم واضحة وصريحة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللي هتسعى فيه وتختاره هو اللي هتحصد ثماره، بغض النظر عن الطريق اللي اخترته سواء كان خير أو غير كده. وطبعا في فرق كبير جدا ما بين الشخصين، ولكن محدش ينكر ان الاتنين سعوا واجتهدوا، بس واحد منهم اللي سعى في الصح والتاني في عكسه. والكلام ده معناه انك لما تسعى وتجتهد وتجيب اخرك في اي شيء مهما كان هتنجح فيه، سواء كان خير او شر، صح او غلط. النجاح ملوش مقياس. بس طبعا لو حضرتك بتسلك طريق غير صحيح في تحقيق نجاحك، ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك تحذيرات انك لازم توقف وتعيد حساباتك. ولو طريقك سليم وكويس وهينفعك في دينك ودنياك، ربنا هيبعت لك بشريات. ولكن للاسف الشديد عقلك ما بيترجمش المشاكل والعقبات اللي انت بتواجهها في طريقك على انها تحذيرات، لا ده بيترجمها تلقائي على انها ضريبة النجاح العظيم اللي مستنيك. وده بسبب ان كتير من الناس رسخوا جوه عقولنا فكرة انك علشان تنجح لازم تتعب وتتألم وتعيش حياتك في مشقة وتعب وعناء. وبسبب اللي بنشوفه وبنسمعه ده للأسف بيختلط علينا الأمر، وما بنبقاش عارفين هل احنا ماشيين في الطريق الصح ولا في الطريق الغلط، هل نعافر ونكمل ولا نوقف ونرجع. وده بقى بينقلنا للسؤال التاني اللي عرضته على حضرتك في بداية الفيديو: هل فعلا طريق النجاح كله أزمات وتعب ومشقة ولا لا؟ أنا أقول لك، أولا التعب والمشقة موجودين، وممكن 99% من الناجحين مروا بيه. ولكن الخطأ الشائع هو إلزامه على حضرتك، اللي هو بمعنى علشان تنجح لازم تتألم وتتعب وتعيش في مشقة وعناء. وده طبعا مفهوم خاطئ، وممكن كمان يتعارض مع بعض الناس اللي أنا بحترمهم، بس لازم الصورة توضح. علشان بكل بساطة كل فعل وليه رد فعل. يعني على سبيل المثال، لو حضرتك عندك صداع أكيد هتاخد مسكن، طب لو ما عندكش هل هتاخد برضه؟ أكيد الإجابة لأ. وده نفس الأمر بالنسبة للألم في طريق النجاح. حضرتك بتتألم أو بتمر بظروف صعبة نتيجة لأخطاء أنت ارتكبتها في طريقك لتحقيق نجاحك. وطبعا لو حضرتك ما وقعتش في المشاكل دي لا هتتألم ولا هتتعب ولا هتحس بمعاناة. وده إن دل على شيء يدل على إن أنت مش لازم تتعب وتعاني علشان تنجح. والدليل على صحة كلامي هو إن لما حضرتك بتنجح وبتوصل للي أنت عايزه، الألم بيزول وما بيكونش موجود. والأهم من كده كمان إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وده معناه يا صديقي إن ربك ما خلقكش علشان تتعب وتشقى في حياتك. ربنا غني عنك وعن معاناتك، ربك عظيم وكريم ورحيم، فمستحيل يكون خلقك علشان يعذبك. ومن رحمة ربك عليك إنه أنزل كتابه القرآن الكريم، وده اللي المفروض يكون الدستور والمنهج بتاعك اللي تمشي بيه في حياتك. وهو الكتاب الوحيد اللي هتلاقي فيه حلول لجميع المشاكل اللي بتمر بيها في حياتك. وده بنص قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن هتلاقي فيه اللي حصل واللي بيحصل واللي لسه هيحصل، وهو برضو الكتاب اللي هتلاقي فيه كل الطرق والأساليب اللي توصلك للفلاح بكل يسر. وأنا هنا قلت هتوصلك للفلاح مش النجاح، علشان بكل بساطة النجاح زي ما اتفقنا ممكن توصله بأي طريقة، صح أو غلط، على عكس الفلاح اللي مستحيل توصله إلا عن طريق الخير والصواب فقط لا غير. والدليل إنك لو دورت في المصحف بالكامل على مصطلح النجاح مش هتلاقيه، بس هتلاقي الفلاح.
ومش بس كده، انت كمان هتلاقي فيه كل الطرق والاساليب اللي تساعدك ان انت تفلح وتحقق هدفك بكل سهولة ويسر، من غير تعب بقى ولا شقاء ولا معاناة. بس انت كل اللي مطلوب منك انك تلتزم بكتاب ربك سبحانه وتعالى، وكمان ابحث ودور وتعلم اكتر عن الحاجة اللي انت عايز توصل لها، وادرسها كويس وتعلم من اخطاء غيرك علشان ما تغلطهاش فتوصل للفلاح بكل سهولة. ولما تلاقي الدنيا بدأت تروح معاك في سكة تعب ومشقة وصفو حياتك اتعكر، بلاش تاخد مسكن على هيئة ده ضريبة النجاح وتكمل عادي، لا ده بيكون تحذير. فمش عيب ابدا انك تقف لوهلة تراجع افعالك وتقيم تصرفاتك وتصحح الخطأ اللي انت وقعت فيه، وتسأل نفسك 3 اسئلة مهمين جدا: هل اللي انا بعمله حرام ولا لا؟ هل اللي انا بعمله غلط ولا لا؟ هل اللي انا بعمله عيب ولا لا؟ ولو مش حرام ولا غلط ولا عيب، كمل وربنا هيوفقك. اما بقى لو العكس، فوقف وتراجع، وخليك فاكر دايما ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وافتكر برضو ان العدو الاول والازلي لحضرتك هو شيطانك، واللي كل مهمته انه يبعدك عن الخير والحق ويضللك عن الطريق الصحيح. وده بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان عايزك تضل طريقك وبيعمل المستحيل علشان يوصل لهدفه ده. فلو حضرتك ضليت طريقك وحياتك اتلخبطت وبدأت تقع في مشاكل، اعرف انك ماشي ورا شيطانك ولازم تراجع نفسك. وفي النهاية أحب أقولك لو عاوز تكون ناجح فده سهل جدا، ولو دورت حواليك هتلاقي نماذج كتير جدا ناجحة، بس نجاحهم بيتلخص في تفاهة أو في صورة بينوها لك وأخفوا وراها حقائق كتير جدا. فنصيحتي ليك خليك مع ربنا، هتفلح في الدنيا وهتفوز بالآخرة. والنجاح كمصطلح زي ما قلت لك مش وحش، بس لما يكون نجاح سليم بطريق مستقيم هو ده اللي هيوصلك للفلاح والفوز العظيم. ربنا يكرمك في حياتك ويرزقك بالفلاح في الدنيا والآخرة. وده بقى يا صديقي كان تحليل بسيط للموضوع من وجهة نظري ومن خلال بعض التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبرضه احب اوضح لك ان انا بشر ومش معصوم من الخطأ، فكلامي معاك يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب، فان اصبت فهذا من فضل ربي، وان اخطأت فهذا من نفسي ومن الشيطان. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.